السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي انزلي دوسي على اللايك ودوسي على الاشتراك في القناة، وما تنسيش تعملي لي كومنت حلو زيك بإذن الله. النهاردة نازله لكم بوصفة جديدة من اختراعي، والله ما شفتها في اي حتة وما شفتش حد بيعملها. انا عملتها من اختراعي وطلعت بسم الله ما شاء الله. جربوها بإذن الله ومش هتندموا خالص. عامله لكم النهارده صينيه المشكل. ايه صينيه المشكل؟ تعالوا نشوف بإذن الله الفيديو بيتكلم عن ايه. بدل ما تعملي صينيه البطاطس كده بتبقى صينيه بطاطس بس وبتبقى حلوه برضو، لا احنا هنا هنضيف المكونات دي على صينيه البطاطس وهتطلع معانا احلى صينيه مشكل. تعالوا نشوف الفيديو بيتكلم عن ايه. يلا بينا. عندي هنا صينية وهنزل عليها بمعلقتين سمن، يعني لازم كده في البداية ننزل بمعلقتين السمن بتوعنا دول. وبعدين هنا هبقى مقطعة اللي هي البطاطس والكوسة والجزر. والجزر يا حبايبي دايما بيبقى الشرايح بتاعته خفيفة، لان بياخد وقت في السواء، فما ينفعش ان انا اخرطه شرايح تخينة زي البطاطس. طبعا هنا الفيديو فصل مني معلش، بس انا هشرح لكم بالتفصيل عملت ايه. طبعا حطيت اول طبقة وبعدين قطعت بصلتين كده، وبعدين حطيت الطبقة التانية، وبعدين في الوش كده حطيت البصلتين التانيين وفردتهم كده. وجبت كام طماطماية وخرطتها كده على الوش دواير حلقات. وطبعا حطيت الورق اللورة وحطيت الملح وحطيت الفلفل وحطيت مرقتين دجاج. وطبعا حطيت معلقتين سمن تاني كده على الوش علشان تديني اللمعة وتزيد لي حلاوة كمان في الطعم. وطبعا حطيت فلفلتين كده زي ما انتوا صل على شايفين، محمد. عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي ما انتوا شايفين الصينية، اللهم صل على النبي اللهم بارك، تحسوها لوحة فنية كأن عايزين ناكلوها كده هي ونية. طبعا وحطيت هنا معايا شفشف طماطم كده حطيته على الوش، وههزها كده شوية علشان الطماطم تنزل معايا لآخر الصينية. وطبعا لو في كمان كزبرة خضراء يا سلام، والله بتودي الصينية في حتة تانية، بتوديها طعم يعني خطير خطير خطير. انا منزلاها قبل كده على الصفحة، ابقوا جربوها وشوفوها. وحطيت لها طبعا شفشفين كده كبشين شوربة، وحطيتها في الفرن. وهي طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس عايزة اقولك اقسم بالله طلع طعمها حكاية. ضيفي المكونات دي وحاولي تعمليها في صينية كده واحدة، وكركبيهم كده على بعض وقلبيهم في بعض، وافرديهم في صينية وحطيهم في الفرن وسيبيها عبال ما تستوي السوا، طبعا على حسب الكمية اللي بتحطيها في الصينية. وان شاء الله هتعمليها وهتدعيلي ومش هتندمي على طعمها، يعني جميلة خالص خالص خالص. دي كانت معانا في الفيديو صينية المشكل. طبعا وانا هنا زي ما انتوا شايفين حطيت جنبيها ملوخية وفراخ والكلام ده. اديني حبيت ان انا اغرفها لكم في طبق علشان تشوفوها. وطبعا كانت مستوية معايا حلوة خالص خالص خالص. جربوها وان شاء الله مش هتندموا على طعمها خالص. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستنظروني في فيديو جديد إن شاء الله.